شهير لا يعرف، ولكن لا بأس بمزيد من التعريف. يتفضل مشكورا بتعريف نفسه بإيجاز. قدم الميكرو أستاذ. قاص، يعني قاص من الجلفة، له يعني الإصدار الأول موسوم بأرض الشيطان، يعني فاز بجائزة وطبع علنا فقط في دار الثقافة بالجلفة. له جوائز يعني عربية ووطنية وعربية، آخرها جائزة باختصار جائزة نجم عمان بلبنان. وله مولود جديد يعني طبع في دار علي بن زايد مؤخرا. سر البيت مفتوح، أتمنى أن يكون تسير الخشخاش. هبت النسمات العليلات على مدينة الورود، والجوناء مالت نحو الغروب تسكب حمرارها مشكلة لوحة أبدعتها أنامل بالجلال والإكرام. هي الرمضاء راحلة عنا إلى أن يحين صبح جديد. هنالك قد مررت أمشي الهوينة ماشين وحدتي أحدق في سرب الحسنوات من حولي، وهن يحبكن أجمل الزهور من كتا ومسك ليل وخزامة. وجنب كومة الكاميليا قابلتني تجالس وحدتها وتناجي الغروب، تقتنص منه سكونه وصمته الذي يعلمها حديث النجوى. جمال أسطري بدد وجه الخريف. لوحة أخرى تضاف إلى لوحة الشبك القرمزي. كان قدري معها دون أن تدري ولا أدري. دنوت منها منصاعا بجراح الدام وبعذابي، أملي أن تتمزق على يدها أحزاني وتنضفر كقطرات الندى على وردة ذلك. وقدت إزاءها ملبيا نداء الحضور. كلمتها بجرأة لم أعدها من قبل. مساؤك أمير أيتها الجميلة، ثم ما سر قلوتك من الموج العالي من النساء؟ أم أن الغروب وراءها والفضل يعود له لأنه جمعنا؟ هو قدرنا منذ سقوطنا على هذا الثراء الذي أوانا بقدرة قادر وسيظل إلى أن ندخل الرحيل الرديء. فرفعت وجه القمر الذي جمت من خلال أعشاب قصتي. وبين سطورها يكشف عمن كان وراء التضمير والانهيار إلا أن صرت بقايا امرأة محبوسة في جنابها كان وراء تنازلها على أرض الأشراف والأجداد أعداء العقيدة والوطن. قبل أن تلج القاهرة نوافذ المنزل الذي كان وقرا لملائكة رب العرش العظيم، وفيه كنت الوردة التي تتخطر على شفائح النعمان. ولعلمك فأنا اسمي وردة، مسقط مدينة الورود. أحب الورود، أموت في وردة الجزائرية لأنها غنت للحب وللوطن. لأنها لم تغني للحب، لأنها لم تغني عن كارثة عن اختلفت جيلا بأكمله. وانسكبت قطرات مالحة خضلت أهدابا ما شاء وصورها. امتلكتني رغبة في البكاء فهاج جرحي وفاضت حضاراتي. وبدقة همست أختاه دعي البكاء جانبا فأنا هنا لأكفكف دموعتي التي أيقظت شجني. فمسحت دموعها وشكرتني هامسة إنك رجل من صنف النخيل تبدو على محياك براءة يوسف عليه السلام. واستطردت أطلب الكلمة منك لأبوح لك بما يشبه السر، فأنا الساعة أحيا حياة التعاسة والعذاب
مستاءة حد الإحباط والقنوط منذ ذلك اليوم الذي تسللت فيه تلك البلية لثنايا من كان يوقد لنا فوانس الدجاج بأرجاء السعيد. أرضعته أنفاسا قاتلة حتى أبقدته الصواب إلى أن صار يشعر أنه بين أحضان قديسة هيمانة به حد الموت. شبقية زوجت بين البقي ولذة الخيانة دون أن يدري أنه في أحضان عاكرة دامية الألجين. أعد بشدة خلوط تعاسته وتعاسة من صانت فراشه بعصاكر عفته الذين يطلق الرصاص على المتطفلين. أدخلته دوامتها ككل أسراها الإكراه. هي الدجالة المتسلطة التي تسلت بها الفاعل إلى ديار المسلمين لتبدع عصافير الأمل والطمأنينة وتقتل حمام السكينة والعيش الغليل. لقد كانت وراء الشرخ الذي انقلبت من ورائه سعادة الأسرة إلى جحيم أوهمته بالشعور الكامل والقوة الواهية، ثم مع الأيام أبقدت الثقة بمن كل على البسيطة يا شاعر. أدمنها ناسكا متعبدا وبال في عشقها حد الهوس أو الجنون، لا لجمالها يا شاعر ولكن البهرجة والسحر الذي أعدته أنام الشيطان. أوهمته بصولجان كسرى وتاج قيصر، داست شموخه غرست فيه الحاقد بحقد ورقيمة أدنى السخافات. عودته نومة الأدغال الخالية، صورت له عرائس من وهم وفاتنات يترنحن من حوله مأمورات حثمات، يداعبهن في الوهم ليسقط مترنحا حتى يراه القاسي الدم. شيدت له بروجا في لجة السراب، قادته ككل الأسرى إلى حياة السكارى وأبناء الليل. أسقته بساديتها كأس الرذيلة، علمته طقوسا يرفضها كتاب الله، وذلك بعد كل غروب مع مونسات حبلى بوباء شق على البسات رضعوه، وصبايا أخريات يرضعن الخطيئة من رضاضها مع بداية كل ظلام. لقد كنت أسكو لسرد الحكاية المدهشة إلى أن أحسست بغصة تصعد إلى حلقي فقاطعت أختاه رجاء كانت الغادرة من بنات البشر، فردت متفائلة محققة ليتلاشى الضباب: هي ليست بشرية، إنها حشيشة بمثابة فراشة زاهية تآمر وإياها على نفسه، أتاها أو أتته لتنقر عظامه حتى يموت موتة الكلاب الضارة. فوقفت واجفا مرتجفا فإذا بالمدينة توقد أنوارها، فودعت بقايا وردة على أمل كتاب قصة أسير خشخاش. شكرا لكم.